الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. كما عودناكم نأخذ آية مختارة من كتاب الله، نعيش مع معانيها ونتأمل في آياتها ونتدبر في ألفاظها ونسبح في بحار نراميها، ونرتشف من رحيقها المختوم، ونستخلص الدروس والعبر وما نستفيد من هذه الآية، لكي نكون ممن يقرؤون القرآن ويطبقون القرآن ويعملون بالقرآن ويتخلقون بأخلاق القرآن. يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا، هذا أجمل وأحسن الأمثلة، فهو مطابق لحال الدنيا، يصور لنا حال الدنيا وسرعة تغيرها، فإن جمال الدنيا وشهوتها ولذتها وجاهها يزهو لصاحبه في وقت قصيرا، فإذا وصل إلى القمة بدأ يضيع ويتلاشى عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه. منها ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها، مما ماء أنزلناه من السماء، which that we send down from the sky، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي هذا الماء المطر الذي ينزل من السماء ويختلط بتراب الأرض وينبت من جميع الأصناف من جميع الأصناف من الفواكه والخضروات وجميع النباتات مما يأكل الناس والأنعام from and the animal eat، مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، أي هذه الأرض عندما هذه تنمو فيها جميع الأشجار وجميع النباتات وجميع الفواكه مما يأكل الناس ومما يأكل الأنعام من الفواكه والخضروات والنبات والحشيش، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت ووصلت هذه الثمار إلى القمة إلى الذروة، وأصبح أهل هذه الأرض قادرون على حصادها والانتفاع بها، فيأتي أمر الله بإهلاكها والقضاء عليها. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أيها الناس قادر على تدمير ما تؤملون وتتفاخرون به في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يبين لكم الآيات ويوضح لكم البراهين عن حقيقة هذه الدنيا وما تتفاخرون به، فهو قادر على إهلاكها. هذا هو التفسير الموجود في تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير السعدي، ولكن أظن أن هناك تفسير أعم وأشمل، لأن يقول ربنا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، فقد زخرفت الأرض هذه الأيام ببناء المدن الجميلة والحدائق والشوارع، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، وأصبح الناس يبنون بيوتا وعمارات ناطحات السحاب ويتفاخرون في المباني. قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. عندما يظن أهل الأرض أنهم قادرون على تدمير الأرض بصناعة الأسلحة النووية والأسلحة الكيماوية والصواريخ البالستية أو الفرق صوتية وما إلى ذلك، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا
فجعلناها حصيدا. قال الله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. الله سبحانه وتعالى هو عالم ما كان وما يكون، ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولكن الله في هذه الآية لماذا لم يحدد وقت مجيء أمره؟ لماذا لم يقل أتاها أمرنا نهارا أو أتاها أمرنا ليلا، وإنما قال ليلا أو نهارا؟ وهذا دليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن هو من عند الله. فإذا كنا نحن الآن هنا عندنا نهار، فهناك في أوروبا ليل، وإذا كان عندنا ليل فهناك في أوروبا وأمريكا نهار. فكأن الله يريد أن يقول لنا: أتاها أمرنا عند قوم بالنهار وعند آخرين بالليل، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا ماذا نستفيد من هذه الآية؟ وهذا الذي نركز عليه في هذه القناة. عن ماذا نستفيد من هذه الآية؟ نستفيد من هذه الآية أن الدنيا جميلة المظهر، سرعة التغير. 2، أن نركز على الأعمال الصالحة الباقية لأن متاع الدنيا زائل. 3، أن نتأمل وأن نتدبر وأن نتفكر في آيات الله عز وجل. هذا صفاته العلى: أن يبارك لكم في أرزاقكم، وأن يرزقكم من حيث لا تحتسبون، وأن يقضي عنكم ديونكم، وأن يصلح بالكم، وأن يردني ويردكم إلى القرآن ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.